فهو الصديق حقا. فالأمر إذن ليس بالهين. ولهذا نقل عن أحد العارفين أنه قال: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. والصدق في الأقوال عباد الله هو صدق اللسان بما يخبر عنه من غير كذب، وهذا أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وأما الصدق في الأحوال فهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. فالعبد إذا قال مثلا إياك نعبد وهو غير متصف بصفات العبودية وله مطلب سوى الله عز وجل لم يكن صادقا مع ربه جل وعلا. والصدق في الأفعال هو استواء الأفعال في الأمر والمتابعة، أن تأتمر بما أمر الله وأن تتبع ما أمرك الله أن تتبعه. فمن حقق هذه الأمور الثلاثة في الصدق فقد حقق أعلى مراتب الصدق، وهي مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل سبحانه وتعالى. وبحسب كمال هذه الأمور وقيامها عند العبد تكون مرتبة الصديقية. يحصل العبد على هذه المرتبة الشريفة. ولهذا كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ذروة سنام هذه المرتبة، وقد سمي الصديق على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. ولأجل ما في الصدق عباد الله من السبق والنبل والشرف والسؤدد في الدنيا والآخرة كان أبو بكر رضي الله تعالى أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان على جانب عظيم من الأعمال الصالحة التي ما سبقه إليها أحد، كل ذلك عباد الله بسبب صدقه وصديقيته. فلو اجتمعت هذه الأمة محاولة أن تكون في مثل مرتبة الصديق ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فإنهم لن يصلوا إلى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن يوسف بن أسباط أنه قال: للصادق 3 خصال، والله لو لم يكن عند الصادق إلا هذه الخصال لكفاه أن يكون في سبق الصالحين. وممن يشار إليهم بالبنان للصادق 3 خصال: الحلاوة والملاحة والمهابة. فله حلاوة لأن الناس يعرفون صدقه، وله مهابة لأن الناس يحترمون قوله ويرجعون إليه، وله ملاحة لأن الناس يستمتعون بحديثه. وقد نقل ابن المبارك بل نقل الذهبي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال عن الفضيل بن عياض وهو من خيار هذه الأمة ومن سلف هذه الأمة، قال: إن الفضيل صدق الله عز وجل فأجرى الله تعالى الحكمة على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه. إن القول عباد الله لدى الله لا يبدل ولا يغير. من حرم الصدق فقد خاب في سعيه وعمله، ومن رزق الصدق فقد سعد في عاجله وآجله. إن تصدق الله يصدق، إنما يتعثر من لم يصدق، هكذا قال العلماء. فالعلم عباد الله إن عري عن الصدق كان شرا ووبالا، والعمل الصالح إن لم يصحبه الصدق كان تعبا وكلالا، والعبادة إن لم تقم على قدم الصدق كانت ردءا خبالا، والحديث إن لم يتسم بالصدق كان علقما كلالا. فهل نحن عباد الله صادقون مع أنفسنا لا نسعى إلا لأجل سعادتها وفلاحها ونجاتها في الدنيا والآخرة، ولا نكدح إلا لمنعها مما يضرها ويعيبها ويشينها؟
هل نحن صادقون مع الله سبحانه وتعالى في طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه؟ لا نبغي بطاعتنا هذه من الخلق نوالا ولا عطاء، ولا نرجو من الناس محمدة ولا نوالا. هل نحن صادقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته ظاهرا وباطلا؟ لا يصدنا عن ذلك مستهزئ أو متحامل، ولا يغرينا عنه مادح أو متجاهل، غير مقصرين في سنته ولا زائدين عليها. هل نحن صادقون مع ما نبذله من جهود وما ننفق من أموال وأوقات في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، من نشر العلم ونشر الخير والسعي في قضاء حوائج الناس وبناء المساجد والنصح للمسلمين؟ عباد الله، إن أقواما في هذه الدنيا عرفوا بكثرة الإنتاج والتأليف وما إلى ذلك، ومع ذلك لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم ذكرا ذائعا بين الخلائق. لما ماتوا ماتت معهم آثارهم، وإن كان الناس في وقتهم يشهرون بهم ويظهرون نتاجهم، ومع ذلك ترى بعض العلماء على سبيل المثال من هو قابع في بيته يكتب ويؤلف، ومع ذلك الناس تتهافت على كتبه وعلى رسائله وعلى فتاويه في حياته وبعد مماته، ويذكر تقريبا في مجالس العلم والذكر. كل هذا عباد الله لا يرجع إلى العلم فحسب، وإنما يرجع إلى الصدق الذي كان عليه ذلك الرجل وعليه ذلك العالم. فالأمر إذن ليس بالأمر السهل والهين، فما علينا عباد الله إلا أن نراجع أنفسنا في هذه المسألة وفي هذا الأمر بالذات وفي هذا الخلق الذي هو خلق الصدق، لأن الإنسان إذا رزقه فإنه يستطيع أن يكمل مشواره ومسيرته نحو الله سبحانه وتعالى، ويكون من الناجين من عذابه وعقابه يوم يلقى الله جل وعلا. فاللهم إنا نستعيذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت سبحانك لأنك القادر على ذلك. وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.